عمرك سألت نفسك ايه هو مفهوم الذكاء بالنسبة لك؟ ما اعتقدش انك سألت نفسك السؤال ده قبل كده، لاننا طول عمرنا مقتنعين اننا الاذكى وان العقل البشري هو اعظم حاجة وجدت. بس هل الكلام ده حقيقي؟ لا، ضحكوا عليك لما قالوا لك كده. وقبل ما تعترض على كلامي فخليني افهمك حاجة الاول. احنا طول عمرنا فاكرين ان الذكاء ده هو معناه انك تكون شاطر في الحساب، بتفهم بسرعة، بتاخد قرارات صح في حياتك. بس لو دي معايير الذكاء بالنسبة لك يبقى انت محتاج تعيد تفكير، لان دلوقتي بقى في حاجة اسمها ذكاء اصطناعي بيقدر يعمل كل ده اسرع وادق من اي حد. فتفتكر انت الاذكى ولا هو؟ انا منى علاء، وهنعرف الاجابة النهاردة مع بعض في AI Mode On. زمان الانسان كان هو السيد صاحب القرار والاذكى بلا منازع، بس مع ظهور الذكاء الاصطناعي القوة دي بدأت تتغير شوية. خلينا نتكلم بصراحة أكتر، ما نقدرش ننكر إن ال AI أو الذكاء الاصطناعي بيعمل حاجات مبهرة، زي مثلا بيحسب في جزء من الثانية، بيكتب محتوى وسكريبتات ومقالات، بيرسم، بيحل مسائل معقدة، وبيتعلم من أخطائه أسرع بكتير من أي بني آدم. بس لو الذكاء إنك تكون الأسرع والأدق والأكثر كفاءة، يبقى الذكاء الاصطناعي كسب الجولة دي وبجدارة كمان. ولكن في حاجة واحدة ما يقدرش يعملها الذكاء الاصطناعي مهما حاول، وهي الإحساس. تفتكر الذكاء الاصطناعي ممكن يكتب أغنية ويحس بالمشاعر اللي فيها، أو يفهم نكتة ويضحك عليها من قلبه، أو حتى ياخد قرار عاطفي حتى لو كان القرار ده مش منطقي؟ ولا هو مجرد آلة بتحلل وتنفذ لكن مش بتحس ولا عمرها هتحس؟ وقبل ما أقولك الإجابة فتعالى أفهمك شوية حاجات الأول. الذكاء الاصطناعي يقدر يكون صور ولوحات ويكتب قصص، بس كلها مبنية على بيانات سابقة. لكن الإنسان فهو يقدر يخترع الأفكار جديدة من العدم ومن غير ما يكون عنده أي بيانات سابقة ولا حاجة. تفتكر إيه اللي ممكن يميز الإنسان عن الذكاء الاصطناعي رغم إنه بيعمل حاجات كتير أسرع وأدق من البني آدم؟ البشر بطبعها كائنات عبقرية، وده لأننا عندنا إبداع، إحساس، خيال، وقدرة على التفكير بره الصندوق. ولكن على الرغم من كل ده فإحنا عندنا برضو قدرة غريبة إننا ننسى الباسورد بتاع الأكاونت بتاعنا ونقعد نجرب في محاولات فشل. أما ال AI فهو خارق، بيحسب ملايين العمليات في ثانية، بيتعلم لوحده، وأهم حاجة عمره ما بينسى باسورد. وهنا بقى بيجي دور الذاكرة، هنا بقى الفرق اللي بجد. احنا كبشر ممكن ننسى حاجات أساسية زي مفاتيح البيت، رقم الباسورد، اسم شخص لسه مكلمينه من 5 دقايق. أما الذكاء الاصطناعي فهو حافظ كل حاجة، عارف انت كنت بتفكر تشتري ايه وعايز تعمل ايه في حياتك، وايه نوعية الفيديوهات اللي بتشوفها وبتضحك. وعلى الرغم من ان عقل الإنسان عنده قدرة انه يخزن معلومات لا نهائية، بس برضو عنده نفس القدرة انه ينسى الحاجات المهمة. وده عكس تماما ال AI اللي ما بينساش اي حاجة، واي معلومة انت بتحطها هو بيفضل فاكرها للأبد. يعني بشكل ابسط الانسان بيختار ايه اللي عقله يخزنه، لكن ال AI فهو بيخزن كل حاجة حرفيا حتى لو انت كنت مش محتاجها. هتقولي طب ما معنى كده ان هو الأذكى فعلا؟ هقولك مش دايما، وده لأنه بيكره العشوائية. لازم عنده كل حاجة تبقى منظمة ومدروسة وتتقاله بالحرف، ولو ده ما حصلش مش هيقدر يطلع لك بيانات دقيقة ولا حاجة. عكس الإنسان اللي ممكن يعيش وسط كركبة فظيعة ويلاقي الحاجة اللي هو عايزها وهو مغمض عينيه. بس استنى، هو برضو قادر يتفوق على البشر في حاجات تانية كتير. عندك مثلا الذكاء الاصطناعي شغال 24 ساعة، ما بيشتكيش، ما بيزهقش، ما بيطلبش راحة. عكس الإنسان بيشتغل ساعة وياخد بريك 1.5 ساعة، وأول ما يرجع يشتغل تاني فجأة يحس إنه مصدع وياخد باقي اليوم أجازة. وقبل ما تحس إنك بطيء في التفكير قدامه وملكش أي لازمة، فتعال أقولك حاجة الأول. هل الذكاء مجرد حسابات ومعادلات وقرارات؟ طب هل الذكاء معناه السرعة والدقة وبس؟ طب ما لو كده يبقى الكمبيوترات أذكى مننا بكتير ومن زمان، حتى من قبل ما يظهر ال AI. ولكن في حد فاصل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وهو الوعي. الإنسان ممكن يقعد يفكر في قرار صغير بالساعات، ده مش لأنه بطيء، لكن ده لأنه واعي كويس جدا بالعواقب. احنا مش بس بناخد قرارات، احنا بنحس،
بنتردد، بنتعلم من أخطائنا. لكن الذكاء الاصطناعي يمكن ما بيغلطش كتير، لكن احنا بنتطور بسبب غلطاتنا دي. وعشان كده الذكاء الاصطناعي ممكن يكون عبقري لكنه مش واعي، ودي الحاجة اللي بتخلينا احنا الأقوى مش العكس. فالذكاء بيخليك قوي، بس الوعي بيخليك إنسان. والإنسانية عمرها ما كانت معادلة رياضية ولا أكواد متبرمجة. الإنسانية حاجة أكبر وأعظم من كده بكتير. الذكاء يمكن بيقدر يخليك تعرف كل حاجة، بس الوعي بيخليك تحس بيها. وده معناه إننا بنقول إن ال AI عمره ما هيحس ولا هيكون عنده مشاعر زينا. بس مين قالك إنه محتاج يحس؟ ده ممكن يوصل بيه إنه يقلد مشاعرنا. والسؤال هنا، هل لو ده حصل إزاي هنقدر نفرق بيننا وبينه؟ استنوني الحلقة الجاية في AI Mood On علشان نجاوب ونعرف أكتر عن الذكاء الاصطناعي.